عندي مخاوف جامدة جدًا من أشخاص معيّنة، أو مش عايز يروح أماكن معيّنة بعينها، لأ مش حابب أروح، وعنديه خوف أو مش عايز ورفض جامد جدًا، مع إن الحتت دي كنا بنروحها وما عندوش كان مشكلة. فده محتاجة أقف، طب أنت ليه مش عايز؟ طب أنت إيه اللي مخوفك؟ طب حكي معايا. فكأن الحتت دي لما بالاقيها بقف مع الطفل وبحب أعرف أكتر أنت ليه خايف؟ إيه اللي مخوفك؟ فكأن حاجات كتيرة أنا متعود عليها فجأة لقيت خوف غير مبرر، حاجات مخاوف ملهاش تبرير، فده يديني برضو ألارم إن في مشكلة مع طفلي. برضو من الأعراض إن بالاقي المستوى الدراسي بتاع ابني قل عن الأول، في قللان في المستوى الدراسي، أو مش عايز أروح المدرسة خالص، مش حابب أروح المدرسة. هي عموما الأطفال في أوقات كتير مش يعني فكرة